السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم مملكة العرب مع سومي. أهلا وسهلا بكم بعد غياب طويل، كانت عندي شوية ظروف. عدنا والعود أحمد. أحبابتي أحبابي، توحشتكم بزاف، ما تنسوناش بلي جاموا لي كومونتير، وإن شاء الله تكونوا توحشتوني كما توحشتكم. كما راكم تشوفوا معنا هنا هذه الربطة تاع السلق الخضراء اللي لونها يشهي، كما راكم تشوفوا هنا حتنطق. أنا قطعة غسلتها ونحيت لها هذاك التراب ديالها وزدت لها قطعة تاع خل، عقمتها نختها شوية مليح في الخل والماء، ومن بعد راني نقي فيها هكذا قطع الصغار، ومن بعد نحطها بلا حتى حاجة، بلا ما بلا ملح بلا والو، باسكو مالح نحطها في طنجرة صغيرة ابتي فو ونخليها تدبال معايا. وكي تدبال نحطها في كسكاس نقطرها من هذاك الماء ديالها. هنا جبت طاجين ديالي درت فيه شويه، هنا زيت حي خلاص لي، درت فيها شويه زيت شويه سمن، وجبت هنا بولي اشي. وبولي اشي ننصحكم مشاهدينا ما تشروهش بولي اشي، ما على بالكمش اسكو مغسول ماشي مغسول، واكيد ما مش رايحين يغسلوا هذاك الدجاج كيما انتي تغسليه في الدار بالخل والقارص والملح وتشليه بيان، ما مش حيديروا له هكاك. يبا اش يصدر ورحي حبيباتي. هنا جبت هذاك السلق خلطت له، درت شويه فلفل احمر شويه بصل شويه توم حبه بيض فلفل كحل كركم راس الحانوت فلفل احمر حار، انا نحب الحار، اللي ما يحبش الحار ما يديرش، والملح بطبيعه الحال وحبيبه بيض. هنا جاني الصحن ضيق، راني درتو في الصحن هذا كبير. نعاود لكم لي زيبيس: الملح فلفل احمر فلفل كحل كركم شويه كمون وشويه راس الحانوت. وهنا راني نسيت ما درتش سنينات تاع الثوم مع البصل، درت البصل دوكا نزيد سنينات تاع الثوم حوالي 3 ولا 4 هكا، يعني والسلق نعرفوه يحب الثوم. ندير واحد 2 ملاعق تاع لا شابليغ ولا 3، ديروا اللي حبت دير روز دير كاس روز تغليه شويه وتنشفوه هكا تقطروا، ومن بعد تحطوا معاه. انا درت لا شابليغ كيما راكم تشوفوا معايا هنا، ونشوفها حتى تولي تتحكم ليها. كنديرها دوائر ونحطها في لاسياس، في لاسيات اللي حطيت فيه شويه تاع فرينه، رمدها في الفرينه ونقليها ديريكت، يعني ندير فيها هكا كويرات. حباباتي ما تنسوناش بلي جاموا لي كومونتير وترقبونا في وصفات جدد ان شاء الله، مع وصفات صيفيه ان شاء الله. وهنايا جبت هذاك الطاجين بعد ما سخن الزيت ديالو، بديت نحط فيه هذوك الكويرات تاع السلق والبولي ونخلطها هكذا كيما راكم تشوفوا، نقلبها عفوا نقلبها. وفي هذيك لاصوص اللي طاب فيها، يعني ان الا لقيتيها ماشي محروقه، انا ما لقيتهاش محروقه يا حسن الحظ. واش حطيت الكميه تاع البصل، كميه تاع بصل مربي، ملعقه تاع طماطم مصبره، حطيت الثوم ونفس لي زيبيس، وحطيت هنا 2 حبيبات تاع طماطم مرحيه هكا مرحيه، حطيتهم ونخلوهم يتقلاو مع شويه ملح شويه فلفل كحل شويه فلفل احمر، راس الحانوت كركم شويه كمون، ونخلطو جامع. بعد ما تتقلى هكا والثوم بطبيعه الحال، بعد ما تقلى لنا هكا كيما راكم تشوفوا تولي تبقبق شويه، نمرقها بشويه ماء ونخليها ثاني بكاس حوالي كاس ولا نص كاس تاع ماء، ونخليها هذاك الماء يطيب هكا، تولي ميها هكا ولا ينسب. ومن بعد نحط فيها هذوك الكويرات اللي كنت قليتهم، ونزيدو نخليهم يتقلاو يطيبوا معاها يتشربوا هذيك لاصوص. جات من اروع ما يكون، نعرفوا السلق صحي، جات بنه خرافيه، جربوها. ما تنسوناش بلي جاموا لي كومونتير، توحشتكم بزاف مشاهدينا. راح ندير لكم وصفه تاني تاع اسمه تاع لا كريم تاع الفراوله، يعني يكون طبيعي ان شاء الله، يكون روعه روعه. ترقبونا. نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء، بقوا على خير، إلى وصفات ما خير. سلام.